بيبدأ فيلمنا بشانتي بنت من جماعة اسمهم الفريمن ودول أهل كوكب اسمه أراكس، وبتحكي لنا إن في جماعة من كوكب تاني اسمهم الهراكنة بينزلوا بمركباتهم في الليل عشان يتجنبوا حرارة الشمس المميتة وبيسرقوا خيرات بلدها اللي هي البهارات، ولو حد فينا اعترض بيكون مصيره الموت. وبتقول لنا إن الهراكنة دول بيسرقوا بلدها من زمان جدا قبل حتى ما تتولد، وده كان سبب في ثرائهم الفاحش، بقوا أغنى حتى من إمبراطور الكواكب، وده ليكونها أغلى وأندر مده في العالم. وبنشوف مقاومتهم لها بس ما يقدروش يواجهوا مركباتهم وصواريخهم الجبارة، فبيهربوا ويستخبوا وسط الصخور والرمال. بس في يوم من الأيام الإمبراطور أصدر مرسوم بخروج الهراكنة من بلدها بدون سبب، وبالفعل مشوا وسابوا بلدها في حالها. وبتكون مستعجبة من اللي حصل وبتقول يا ترى مين اللي هيحتلونا بعد الهراكنة تاني. وبنلاقي بطل فيلمنا بول نايم وبيجي له حلم بشانتي اللي مش عارف هي مين، وبيصحى وبنعرف انه امير مكان اسمه كلادان وقومه اسمهم الاتريدس، واننا في سنة 10191. وبيقعد يفطر مع امه الملكة جيسيكا اللي بتقول له كويس انك صحيت بدري، ابوك عاوزك تحضر معاه اجتماع وتكون لابس لبس يليق بامير. يقول لها وعشان ايه بقى؟ قالت له جاي لنا زيارة من الامبراطور بنفسه وعاملين مراسم استقبال، وبتصب له كاسة مية وبتسيبها قدامها وبتقول له لو عاوزها اجبرني اني اجيبها لك لعندك واستخدم الصوت، ودي خاصية السحرة بس اللي يقدروا يعملوها. فيقول لها هاتي المية، تقول له زي الزفت جرب تاني، فيجرب تاني نلاقيها بدون وعي بتقدم له المية لحد عنده، ولما مفعول الصوت يبطل تقول له يعني مش بطل، يقول لها مش بطل، تقول له مهارات بني شي سرت عشان تتقنها محتاج سنين، ودول جماعة من السحرة كلهم ستات بس، وامه الملكة بتكون واحدة منهم وتقول له شكلك تعبان انت الاحلام بتجيلك تاني، فيكذب ويقول لها لا. ونلاقيه قاعد في غرفته بيقرأ كتاب عن جماعة الفريمن اهل الصحراء، وفيه معلومات عن صفاتهم زي ان عينيهم زرقاء بسبب تعرضهم الشديد للتوابل اللي في الرمل والجو، وان في وحوش تحت الرمل طولها بيوصل ل 500 متر واكثر عبارة عن ديدان رملية بيسميها الفريمن باسم شاي هولود. وان هجمات الفريمن الخطيرة جدا، والمفاجئة بتخلي عملية تجميع التوابل صعبة جدا، وبنعرف ان التوابل دي مادة مهلوسة وليها فوائد صحية كتير، وان الامبراطورية والهراكنة بيستعملوها في السفر عبر النجوم ومن كوكب لكوكب تاني، ومن غيرها مستحيل يقدروا يسافروا في اي مكان، عشان كده هي اغلى واثمن مادة في الكون. وبينتقل المشهد للسفينة الخاصة بالامبراطورية وهي بتهبط على الارض، وبنشوف الملك واقف يستقبل الوفد اللي جاي، وبيسأل وزيره توفير اللي له علامة مميزة على شفته هتكلفهم كام رحلتهم لهنا عشان امر شكلي زي ده. فنلاقيه قلب عينيه زي الاندرتيكر وحسبها له كانه كمبيوتر، ورسول الوفد بيفتح المرسوم ويقرأه، واللي بيتضمن نقل سلطة اراكس اللي هي الصحراء من الهراكنة الى الاتريدس اللي هم اهل بول، وانهم لازم يسافروا فورا لاراكس عشان يحكموها. ويسأل الملك ان كان موافق، فيقول له ان الاتريدس دايما مخلصين للامبراطور وموافقين، وبيختم بالخاتم بتاعه على المرسوم بتاع الامبراطور باشراف من ساحرة من بني تشيسرت. وبتوصل سفينة حربية لكلادان وبينزل منها واحد اسمه دانكن، ونلاقي الامير بول بيسلم عليه بحرارة كأنهم اصحاب قريبين جدا، وبنعرف انه كان مدرب القتال السابق لبول. ويقول له رجوعك ده معناه انك رايح معاهم اراكس بكرة. يقول له ايوه، فيطلب منه ياخده معاه، فيرفض ويقول له انت عاوز توديني في داهية. يقول له اقول لك سر، يقول له قول. فيقول له انا حلمت باراكس والفريمن وشفتك كنت واحد منهم ومت في معركة، وحسيت اني لو كنت موجود كنت هقدر اساعدك. فيقول له سيبك من الاحلام، المهم اللي بنعمله واحنا صاحيين، ويهزر معه. وبعدها يقول له اشوفك في اراكس يا صاحبي، ويسيبه ويمشي. ونلاقي الملك واقف عند قبر ابوه اللي هو جد بول، وبيطلب بول من ابوه انه يروح مع دانكن لاراكس، ويقول له انا بعرف اتكلم لغة الفريمن اهل اراكس. فابوه يرفض ويقول له هتسافر معايا لهناك كمان كم اسبوع. فيقول له انت هتفضل بتحميني لحد امتى؟ قال له انت مستقبل العيلة والحاكم القادم للبلد. فيقول له ده انا جدي كان بيحارب التيران بايديه. قال له وشوف ده وصله لايه؟ اهو في قبره دلوقتي. ويقول له احنا داخلين على ايام صعبة وخطر هناك في اراكس، وحاسس ان في لعبة سياسة وسخاه من الامبراطور وعائلات الممالك الثانية لان نقله ملكية اراكس من الهراكنة لينا بعد ما كانت معاهم كل السنين دي مش هيعدي من غير حرب هتأدي لضعفنا احنا والهراكنة، بس لو قدرنا نثبت نفسنا هنبقى اقوى من اي مملكة تانية. فبول يقول له بإننا نكرر اللي عمله الهراكنة فيهم. قال له لا، بإننا نتحالف مع الفريمن، وقتها هنسيطر على قوة الصحراء الجبارة. أنا عاوزك من هنا ورايح معايا فالمجلس عشان تتعلم مني. قال له بول ويفرض ما قدرتش أبقى زيك. قال له ما أنا قلت كده لأبويا قبلك، كان نفسي أبقى طيار. قال له بس أنت عمرك ما قلت لي الموضوع ده. فرد عليه قال له بس جدك وقتها قال لي السلطة بتختار صاحبها، ما حدش بيختارها بمزاجه. وقال له حتى لو أنت رفضت هتفضل أهم حاجة كنت عاوزك تكونها وهي إنك ابني. ونلاقي بول بيتدرب وبيدخل عليه مدربه الجديد هاليك، ويقول له من
النهاردة، هدربك بدل دانكن. فيتمسخر عليه بول ويقول له غني لي أغنية أحسن، فيرمي عليه سكينة جنب منه ويبدأ التدريب، وبيفعلوا درع الحماية اللي بيكون عبارة عن طبقة لونها أزرق بتحمي الجسم، لما حاجة بتخترقها بتقلب لونها أحمر كأنها صابة الجسم، والمدرب يهزمه أكثر من مرة. فبول يقول له أصل أنا مش في المود النهاردة. يقول له مش في إيه يا حمادة؟ يقول له ما فيش حاجة اسمها مزاج، وأنت بتحارب وقت ما يترفع عليك سلاح لازم تحارب ويهجم عليه ويصده بول ويجاري حركاته وينجح إنه يهزمه على الأرض ويخترق درع مدربه ويقول له كسبتك. يقول له معك حق، بس بص كده تحت سلاحي في جنبك أهو، يعني لو مت هتموت معايا، أنا شايف أنك بقيت في المود أهو. ويساعده بول إنه يقف وينتهي التدريب، ويقول له هي الخطورة بتبقى عالية أوي كده. يقول له أنت لسه ما فهمتش، أراكس كانت ملك للهراكنة لأكثر من 80 سنة. أنت متخيل كمية الثروة اللي عملوها من التوابل؟ أنت عمرك ما قابلت حد منهم، بس أنا قابلت دول مش بشر زينا، دول وحوش ما عندهمش رحمة. لازم تبقى جاهز تحاربهم في أي وقت. وننتقل لعالم الهراكنة وكوكبهم اللي اسمه تشيدي برايم، ونلاقي واحد من الهراكنة اسمه رابان داخل على ملك الهراكنة اللي اسمه البارون في وجود وزيره اللي شبه الكمبيوتر، ويبلغه إن آخر مركبة تبعه ليهم مشت من أراكس. وبنعرف أن البارون يبقى عمه ويتعصب عليه ويقول له أزاي الإمبراطور ياخد مننا كل اللي شئينا وتعبنا فيه بسهولة كده ويديها لهم على الجاهز. فالوزير يرد عليه ويقول له دي مش محبة من الإمبراطور ليهم. فيقول الإمبراطور يعني إيه؟ فرد عليه وقال له مكانة الأتريدس بتعلى يوم بعد يوم، والإمبراطور بيغير من نجاحات غيره غيور قوي ويتخاف منه. ونلاقي سفينة فضائية وماشية في الفضاء وتهبط في كلدان عند الأتريدس، والملكة تكون قاعدة على الأرض ومرعوبة وقلقانة جدا، وتروح لبول اللي بيكون نايم ويقول لها في إيه؟ تقول له البس وتعالى معايا. وقدامه كده مصباح بيطير عشان يبان إننا في المستقبل بقى وكده. وتقول له إن ملكة السحرة هيلين هنا، وتقول له دي اللي علمتني السحر وبتشتغل كاشفة حقيقة، يعني ما حدش بيعرف يحور عليها، عاوزة تقابلك عشان تعرف أكتر عن أحلامك. قال لها ومين اللي عرفها إني بحلم أصلا؟ فتصغر له فيقول لها والدكتور يويه بيعمل إيه هو كمان؟ قالت له روح له عاوزك. فوقف كده ويحط إيده على دماغه، قال يعني بيكشف عليه، وقال له بلغة الفريمن انسحرت بني شيسرت دول بيمثلوا أنهم بيخدموا الصالح العام، بس هم بيخدموا نفسهم ومخططاتهم بس، فخلي بالك على نفسك. وقال للملكة ما شاء الله صحته بومب ما يتخافش عليه. فقالت له طمنتني، الله يطمن قلبك. ويمشي وراء أمه، وقبل ما يدخل وقفته وكلمته بلغة الإشارة عشان السحرة اللي ورا الباب ما يسمعوش، وقالت له بلغة الإشارة افتكر اللي علمته لك. وتدخل الملكة في خوف وابنها معاها، وتقول لهم الساحرة عينيه مليانة تحدي زي أبوه اطلعي برا. فتقول له نفذ كل اللي تطلبه منك بالحرف، وتطلع تجري وتسيبه. فيقول لها أنت بتطردي أمي من بيتها. فاستعملت مهارة الصوت عليه وقالت له تعالى عندي، فراح عندها من غير وعي وركع قدامها. فيقول لها أنت إزاي جالك الجرأة تستعملي الصوت علي؟ فبصت له كده ورفعت إيدها، فظهر صندوق طلبت منه يدخل إيده جواه، وقالت له اسمع كلام أمك. وأول ما دخل إيده حطت إيدها جنب رقبته وقالت له في إيدي إبرة مليانة سم يموتك في ثانية، لو شلت إيدك اعتبر نفسك ميت. فيقول لها في إيه في الصندوق؟ قالت له جواه ألم وملوش لزوم تنادي الحراس، أمك واقفة برا بتحرس الباب ومش هتدخل حد مهما حصل. فيقول لها أنت بتعملي كده ليه؟ قالت له لو حيوان وقع في فخ هيقطع رجله عشان يهرب منه، أنت بقى هتعمل إيه دلوقتي؟ ويبان على وشه علامات ألم شديد. فيتأوه فتقول له انشف يلا، وأمه وقفة برا هتموت من الرعب على ابنها وتحاول تهدي نفسها. ويجي له رؤية عن ناس ميته مدفونين في رمل الصحراء، وإد فيها سكينة وغرقانه دم وناس ميته مولعين فيهم. والساحرة تقول له كفاية كده عليك، وتشيل الإبرة من على رقبته ويشد إيده بسرعة ويرجع لورا، وتقول له إحنا بنقربل الناس عشان نشوف معادنها وتحكمها في غرائزها الحيوانية. لو كنت فشلت في الاختبار ده كنا هنقتلك، أنت هتورث قوة وسلطة كبيرة. قال لها عشان أنا ابن مالك. قالت له عشان أنت ابن تشيسيكا الساحرة، أنت تملك أكثر بكتير من النسب الرفيع. وتنادي على أمه اللي بتدخل وتسأله عن أحلامه، فيحكي لها حلم شافه النهاردة إنه شاف بنت على كوكب أراكس. فتسأله حلمت بيها قبل كده؟ قال لها أيوة أكثر من مرة. فتقول له أنت أحلامك اتحققت قبل كده؟ يقول لها مش قوي. فتودعه وتقول له ربنا يسترها عليك يا ابني. وأمه توصل السحرة لمركبتهم وتسأل الساحرة هيلين هو أنت كان لازم تقسي عليه كده؟ قالت لها أنت خالفتي قواعدنا وعلمتيه السحر، وكان لازم أشوف آخره فين يا خسارة. لو كانت بنت كان هيبقى ليها مستقبل عظيم في السحر، بس أنت الغرور ركبك وافتكرتي إنك هتخلفي كويزاتس هديرخ ودهله أسطورة عند السحرة وبيعرفوه الفريمن باسم لسان الغيب، هنحكي عنه بعدين. وتقول لها أنت محظوظة إنه ما ماتش من شوية، ولو هو المختار زي الأسطورة فلسه بدري عليه، ده يدوب لسه بادئ يشوف رؤية وأنت رايحة ترميه في النار. بس عامة إحنا بنخطط لقرون قدام، ولو فشل في 1000 غيره مترشح يكون المختار. فتقول لها أمه هو أنت مش شايفة له مستقبل؟ الله على قد كده وبس. فترد وتقول لها إحنا مهدنا له الطريق، ادعي له ما يضيعهاش. وتسيبها ويركبوا المركبة الفضائية اللي يقوم بيها. فيقول لها هي تقصد إيه بإني ابقى المختار؟ فتفاجئت وقالت له هو أنت سمعت إحنا قلنا إيه؟
فتحاول تشرح له حقيقة دور بني تشيسرت، فالامبراطورية والعالم عموما يقول لها انتم اللي بتتحكموا في سياسة الامبراطورية في السر. انا عارف اللي هتقوليه. قالت له انت ما تعرفش الحقيقة كم لها على مدار آلاف السنين. احنا كنا بنحاول نهاجن ابناء العائلات الملكية بحرص عشان نجهز المختار اللي قادر يحرر العالم. فيزعل بول ويقول لها يعني حياتي كلها كان متخطط لها من البداية. ويتفرج بول على المركبات اللي هيسافروا بيها وهي بتستعد وبتوصل الأتريدس لأرض أراكس، وبيفعل جيش المملكة درع الحماية بيستعدوا لأي هجوم مفاجئ عليهم ويخرجوا من المركبات. وبيسلم بول على الوزير توفير ويحضنه وبيسلم عليه الملك ويسأله عن أحوال المكان. فيبلغوا إن الجيش أمن المدينة وسكان أراكس ينادوا على بول باسم لسان الغيب. فالوزير يحذره ويقول له ما تتخدعش بالترحيب بتاعهم، كل ده تمثيل. ويركبوا طيارات شبه الدبانة ويطيروا بيها. ويسأل بول أمه عن معنى لسان الغيب فتقول له معناها صوت من خارج الكوكب اللي المختار نفسه اللي هو اسمه كويزاتس، هادي رخ عند السحرة. فيقول لها السحرة بيزرعوا في عقولهم الخرافات. تقول له لا دول بيمهدوا لك الطريق، الناس دي كلها مستنيه المختار بقالها قرون، ولما بيشوفوك دلوقتي بيصدقوا العلامات. يقول لها دول بيشوفوا بس اللي انتم بتقنعوهم يشوفوه. وناخذ نظرة سريعة على أراكس ونكتشف ان كوكبهم له قمرين كبير وصغير. ويبص الملك بالمنظار على المكان ويقول لهاليك اللي يعتبر وزير الحربية بتاعه ان في اماكن حراستها ضعيفة محتاجة تتأمن. وحد من اتباع الملك يقول له الحرارة بترتفع ولازم ندخل جوا ونقفل الابواب. ويقول له ماشي. ونلاقي الملكة موقفة ستات من اهل البلد في صف عشان تختار منهم وحده تكون خدامة عندهم. فتسأل وحده على اسمها فتقول لها شادوت، فتؤمر باقي الستات يمشوا وتقول لها اسمك معنا سباحة ماهرة في لغتكم. فتقول لها حضرتك بتفهمي لغتنا؟ قالت لها انا اعرف حاجات كتير زي انكم بتخبوا سلاح جوا جسمكم فالحارسة تستعد تهجم عليها. بس الملكة تشاور لها انها تنتظر. فتقول لها اهم حاجة يكون سلاحك كافي انه يقتلني. فتقول لها المفروض انه هدية مش سلاح. لو انت ام المختار فعلا وتطلع سلاحها وتقول لها انت عارفة ده ايه؟ تقول لها ده سكين كريس معمول من سندودة الرمل. وتشاور للحارسة انها تستعد لاي حاجة تحصل فتديهولها وتقول لها بقى ملك ليكي. ونلاقي ناس من اهل المدينة بيقرأوا في كتيب وبيسبحوا وبيشاوروا لبول لما لاقوه ماشي وبيكلم واحد بيسقي نخل. فبيقول له انت مش المفروض تمشي في الشمس دلوقتي؟ فقال له بس هم برا اهو. قال له دول فريمن اتعودوا على الجو. قال له ما كنتش اعرف ان النخل يقدر ينجو في الجو ده. قال له ما يقدروش يعيشوا من غيري، كل نخلة من دول بتشرب قد 5 رجاله كل يوم. ويقول له انها مقدسة عندهم. ويقف قدام جدارية مرسوم عليها دودة رمل كبيرة ويفتكر دروسه اللي كان بيذاكرها عنهم ان الفريمن ليهم مشية معينة شبه الرقص في الصحراء عشان يتفادوا يعمل صوت دبه برجليهم في الارض فيجذبوا الدودة. وفجأة يلمح حشرة طايرة اسمها الصياد المتتبع بتخترق الباب بهدوء وبتقرب عليه وبتوقف قدام وشه براحة. وبعد كده بتهجم لأن دي الطريقة الوحيدة لاختراق درع الحماية. بس فجأة بتدخل عليه الشغالة فبيتفادى الحشرة وبيدمرها. ونفهم انها كانت محاولة اغتيال. ويدوروا على اللي كان مطير الحشرة يلاقوه واحد من الهركنة ميت كان مستخبيه بقاله اسابيع في نفس مكانه. فيتأسف لهم الوزير توفير ويطلب من الملك يقبل استقالته على فشله في تأمينهم. فالملك يرفضها ويقول له بدل ما تستقيل صلح غلطتك واقبض على الجواسيس اللي في المكان. وننتقل لتشيدي برايم عند الهركنة ونلاقي الساحرة هيلين بتكلم وزير البارون بتقول له طلع الحيوان ده برا. يقول لها ما بيفهمش لغتنا ما تقلقيش. فأدته أمر بخاصية الصوت انه يطلع برا فخرج. فقالت له ما طلع بيفهمها اهو. فالوزير يتحرج ويشغلوا وضع السايلنت حواليهم عشان ما حدش يسمع الكلام اللي بيقولوه. فيسألها البارون الامبراطور بعتك تبلغيني ايه؟ قالت له انه هيقويك عليهم عن طريق جيشه السردكار. وقالت له لازم ما حدش يعرف حاجة عن اللي هيحصل. قال لها ما تقلقيش أراكس ما فيش فوقها اي اقمار صناعية. فقالت له هن الملك ليتو اتريدس مالوش لازمة بالنسبة للسحرة بس ابنه وميراتهم ليهم فما تموتهمش في المنفى. فيقول لها الهركنة لا يجرؤوا انهم يعادوكم ووعدها انه مش هيأذيهم فسابته ومشت. فالوزير يقول له بس لو ابنه فضل عايش قطعه. وقال له ما فيش حد في مملكة الاتريدس هيفضل عايش. قال له بس انت لسه قايلها؟ قال له انا قلت له مش هأذيهم بس الصحراء ممكن ليه لا. ونلاقيه طار لفوق كده كنوع من التكبر والتفخيم في حاله. ونلاقي بول داخل يجري يحضر الاجتماع وابوه داخل وراه. ويبدأ الاجتماع فيسأل وزيره توفير عن معلومات تجميع البهارات بتاعة الهركنة زمان. فيقول له كانوا بيكسبوا من هنا 10 مليار كل سنة. ويقول له بس احنا مش هنحقق الرقم ده ولا حتى قريب بسبب المعدات التعبانة اللي سابوها لنا وراحوا يشوفوا المعدات في محطة استخراج بهارات. فيقول له الهركنة خربوا المكان والصوامع عشان يبطئوا علينا عملية الاستخراج. فبول يقول لهم هو ما فيش حد يحكم بينا وينظم عملية نقل الملكية من الهركنة لينا. فيقول لهم الامبراطور عين وحده اسمها دكتورة هليت كاينز بقالها هنا 20 سنة. فالملك يقول لوزيره انا عاوز اروح حقول استخراج البهارات بنفسي. فوزيره يقول له بلاش. فيقول له ما انا هاخد الدكتورة هليت معانا. فوزيره هاليك يفهم اللعبة ويقول له كأنها رهينة معانا لحمايتنا قشطة انا بحب كده. فيرد عليه وزيره توفير يقول له الطيارة وصلت. ونلاقي دانكن نازل من الطيارة وبول وهاليك يروحوا يسلموا عليه ويحكي لهم تجربته مع الفريمن قضى
الله وسطهم شهر في مكان بيسموه القرية تحت الأرض، فيها حوالي 10,000 شخص وفيها حوالي مليون فريمن. وبنعرف من وزيره توفير إن الهراكنة عددهم حوالي 50,000 بس. وقائد الفريمن اسمه استلجار جه مع دانكن عشان عاوز يقابل الملك، وبيحكي لهم إنهم كانوا مراقبينه طول الوقت وهو ما حسش بيهم خالص لحد ما بعتوا له واحد يقتله وبيقول له عمري ما حسيت إني هموت زي وقتها. محاربينهم أقوياء بحاربوا زي الشياطين، والملك يشكره على معلوماته ويدخل عسكري يقول له إن استلجار معاه سكينة مش راضي يسلمها لهم، فدانكن يقول له أهدي سكين كريس ده مقدس عندهم، فالملك يقول له مش مشكلة خليه يدخل بيها. فيدخل عليهم بخطوة سريعة مش لازمه حد، فهاليك يحذره إنه يقف ما يسمعش كلامه لحد ما يوصل وش لوش مع الملك اللي بيرحب بيه، بس نلاقيه بيتف على الأرض. فهاليك يرفع عليه سلاحه، فالملك يقول لهم ما حدش يتحرك، ونلاقي دانكن بيشكره ويتف زيه والملك يتف وراه. ونعرف ان دي من عادة الفريمن في الترحيب، حاجة منتهى القرف اللي في الدنيا. فاستلجار يقول للملك انت وقومك هتيجوا تاخدوا كل توابل بلدي وما تدوناش حاجة في المقابل. فالملك يقول له انا عارف انكم عانيتم مع الهراكنة، قل لي طلباتك ايه ولو اقدر انفذها. اعتبرها حصلت غله، ما تدوروش علينا وما تتعدوش على اراضينا، خذوا توابلكم باحترام وارجعوا اماكنكم من غير مشاكل. فهاليك يقول له احترم نفسك وانت بتتكلم مع الملك. فالملك يقول له استنى انت دلوقتي يا هاليك، ويكمل مع استلجار بانه يقول له ان الامبراطور هو اللي اداله ارضهم عشان يحكمها ويحميها، وانا ما اقدرش اوعدك اني ما اروحش الصحراء لو اتفرض علي اداه، وقال له بلدك في امان وما حدش هيطاردكم ولا يقتلكم طول ما انا اللي بحكم هنا. فاستلجار يقول له كلامك ده يدل على شرفك، ده كل اللي عندي، ويلف وشه عشان يمشي. فنلاقي بول يطلب منه انه يفضل موجود وهي ضيفه، وقال له لازم ارجع بلدي، ويكلمه بلغة الفريمن ويقول له انا عارف انت مين ويمشي. وبول يقعد مع دانكن والجنود ونلاقيه بيحكي لهم عن اللي شافه مع الفريمن، ويدي لبول بوصلة مختلفة عن بتاعتهم ما بتشتغلش غير في أراكس، ويقول لهم إن عندهم معدات كتيرة متطورة زي بدلات الترشيح اللي بيلبسوها وبتمدهم بالمية والأكسجين وضاغطات الرمل اللي بتدب في الأرض ينادوا بيها على دودة الرمل. ويقول لهم إنه معجب بيهم لأنهم أوفياء جدا وشرسين في القتال. ويقابل الملك الدكتورة ليت، وبول يشكرها على بدلات الترشيح اللي لابسنها، فتقول له إنها من صنع الفريمن، فتقرب من الملك عشان تتأكد من سلامة البدلة، فيترفع عليها السلاح. فالملك يؤمرهم ينزلوا سلاحهم وتفحص بدلهم كلها وتشرح لهم وظائفها زي إنها بتفلتر عرقهم وتحوله لمية صالحة للشرب وبتبرد الجسم. وتقف عند بول وتستعجب وتسأله هو أنت لبست بدلة من دول قبل كده؟ يقول لها لا دي أول مرة. فتقول له أصلك ربط جزمتك زي ما الفريمن بيربطوها بالضبط. وتقول له بلغة الفريمن سيعرف أعرافكم كما لو أنه ولد بينكم وده جزء من نبوءة المختار. فيقول لها هو أنت من الفريمن؟ تقول له بيعتبروني واحدة منهم. ويروحوا بالطيارات في الصحراء يشوفوا عملية استخراج التوابل، ويوصلوا عند آلة حصد التوابل، وتقول لهم طيارات الاستطلاع دي مهمتها مراقبة المكان من خطر ديدان الرمل، وتعرفهم ان حركتهم بتكون تحت الرمل بس بيطلعوا للسطح قبل لحظة الهجوم. وتقول له لو صبرتوا شوية هتلاقوا واحدة جاية أصل بتجذبهم الأصوات الإيقاعية. والملك يلمح غبار شديد من بعيد فيسألها هي دي دودة؟ فتقول له أيوه نظرك زي النار. وتتصل بحاصدة التوابل تحذرهم ان الدودة مقربها عليهم ولسه 5 دقائق وتوصل لهم، ويستدعوا طيارة تشيل آلة الحصاد وتوصل فيها الحبال بس واحد فيهم مركبش. فالملك يقرر ينزل لهم ينقذهم بطياراته، ونعرف ان العمال عددهم 21. يقول لهم وزعوا نفسكم على ال3 طيارات وتخلصوا من اي حمولة ملهاش لازمة وينزلوا يساعدوهم في الإخلاء. وبول يتعرض للبهارات في الجو لأنه مش لابس القناع، ويوجه العمال للطيارات ويلبس القناع ويحمي نفسه من الغبار، بس فجأة يقلعه ويتعرض لكمية كبيرة من البهارات بتدخله في حالة هلوسة. فهلك يفوقوا ويجروا للطيارة، بس الدودة تكون قربت والأرض تتهز ويقعوا ويكملوا جري ويوصلوا للطيارة اللي بتطير بيهم بعيد عن المكان. ونشوف الدودة وهي بتبلع آلة الحصاد، والملك يوبخ ابنه على اللي عمله فيتأسف له، ويقول للدكتورة ان الهراكنة سايبين معدات زي الزفت ما تنفعش لأي إنتاج ولازم نصلح الوضع. هنا في أسرع وقت قالت له الجرأة حلوة، الجرأة حلوة ما فيش كلام، يا ما جه زيك وأحسن منك وكانوا عاملين 100 ملك في بعض، خلي بالك على أهل بيتك عشان الصحراء ما بترحمش. والدكتور يكشف على بول ويعرفه انه عنده حساسية من البهارات وانه بيعاني من شوية هلوسة وهتروح. فيقول لأمه دي مش حساسية، أنا شفت رؤية وقتها. ويكون شاف شانتي اللي من الفريمن بتقتله بسكينة في الصحراء، ويقول لأمه في حد هيديني سكينة قيمة، ويقول لها إنها حامل فتتفاجئ وتقول له مستحيل، أنت عرفت إزاي ده؟ أنا حامل من كام أسبوع بس. وننتقل لكوكب سالوسا سيكوندوس اللي عليه جيش الإمبراطور اللي نلاقيهم في حالة استعداد لحرب. ونلاقي قائدهم بيسأل وزير البارون ملك الهراكنة ويقول له الملك بتاعك محتاجنا في إيه ده؟ أنتم عددكم أكتر بكتير من الأتريدس. فيقول له جنودهم أقوى وأفضل مننا، دول
متدربين على ايد دانيكون وهليك. قال له هو احنا السردوكار، احنا جيش الامبراطور اللي يعدينا، هنجيبه تحت رجلينا. قال له خلصه يا ابو الاجرام، عاوزين منك 3 كتايب يجوا معانا نخلص عليهم. قال له وقت ما الامبراطور يؤمر اعتبره حصل. وتدخل الملكة على الملك غرفتهم وتقول له في حاجة لازم اقولها لك بخصوص بول. قال لها مش عاوز اعرف، انا عارف انه ما عادش طبيعي من يوم ما عرضتيه على الساحرة ودماغه بقت متشتتة. انا كنت واثق فيكي، ما كنتش اعرف ان عندك مخططات تانية تخصه غير انه يبقى الملك من بعدي. انا بس هطلب منك لو حصل اي حاجة لي تحمي بول مش بصفتك امه، لا بصفتك ساحرة من بني تشيسرت ووعدته. وقالت لون مالك مش على طبيعتك. قال لها كنت فاكر ان لسه قدامنا وقت اكتر من كده، ويدخل الدكتور على بول يديله حباية منوم وكوباية مية ويخرج، وفجأة نلاقي عساكر الحراسة بيقعوا كلهم على الارض، وواحد شايل مسدس ورايح عليهم، ومركبات فضائية بتهبط ناحية الارض، والكهرباء بتقطع عن المكان. فالملك يقلق وهو نايم ويلاقي الدنيا ضلمة برا، فيخرج من غرفته يلاقي حد واقع على الارض، فيحاول يتواصل مع الامن، ما حدش بيرد عليه، فيفعل درع الحماية ونلاقي الخدامة مطعونة بسكينة وبيتضرب بإبرة مخدر بتخترق درع حمايته ويفقد قدرته على الحركة. ونكتشف ان الدكتور هو الخاين، والعساكر تصحيها ليك وتقول له احنا بنتهاجم، ويجروا برا يلاقوا مركبات الهركنة طايرة فوقهم، فيجروا عشان يركبوا طياراتهم اللي هيحاربوا بيها، بس الهركنة تفجرها كلها بصواريخها وقنابلها ويهبطوا بمركباتهم وينزلوا يحاربوهم بالسيوف، وهاليك يقتل 2 منهم ويشجع جنوده تهاجم معه، وجنود أتريدس تحارب جنود الهركنة وتقلب مدعكة، بس جنود الامبراطور تعمل عليهم كماشة وتغفلهم من ظهرهم ويقضوا عليهم كلهم. ونلاقي الدكتور بيسند الملك على الحيطة ويتأسف له ويقول له انه غصب عنه عشان البارون خاطف مراته وبيعذبها، وقال له ان موتك معنا حرية مراتي، ووعده انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعد بول وياخذ منه خاتم الملك. وطلب من الملك يقتل له شخص، قال له هبدل لك سنة من اسنانك لو عضيت عليها بكل قوتك هتتكسر، وهتطلع سم في الهواء قادر يقتل كل يتنفسه لو احسنت اختيار اللحظة هتقدر تقتل البارون. ونلاقي رابان ابن اخو البارون بيقتل كل اهالي اراكس المسالمين وولعوا في النخل وكل حاجة. وفجأة يظهر دانكن وحواليه شوية جنود الامبراطور ويخلص عليهم فتنين كلام، ويدور على العيلة الملكية ما يلاقيش حد، وبنلاقي بول بيفوق في طيارة تبع الهركنة مربوط هو وامه وكتمين بوق الملكة عشان ما تستعملش سحرها عليهم. ويلاقي الجنود بيكلموا بعض، واحد بيقترح يرميهم في الصحراء للديدان، والتاني يقول لهم ما نذبحهم ونخلص، يقول له ما ينفعش يمكن يستجوبون بسحر كاشف للحقيقة. والملكة تكلم بول بالإشارة تعرفه ان اللي وشه متعور اصلا ما بيسمعش، ونلاقيه مهرجان صواريخ نازله على المملكة ولا كأنها ليلة راس السنة تدمر كل حاجة. ودانكن يتسلل ويقتل عساكر الهركنة، والباقي يخاف منه ويهرب ويركب الطيارة ويتفادى ضربات طيارات الهركنة ويهرب. فيغلسوا على الملكة، فبول يقول له ملكش دعوة بيها، فيضربه بالقلم على وشه، وأمه تشاور له تقول له ما تعملش كده أنت لسه مش جاهز. فبول يقول له شيل الكمامة من على وشها، فيضربه في بطنه، فأمه تشاور له وتقول له ضبط طبقة صوتك عشان تستخدم سحر الصوت صح. ويفتحوا الطيارة عشان يرموه منها، فيؤمره بول بالصوت انه يشيل كمامتها، فيروح يشيلها فتسحره بالصوت هي كمان وتقول له اقتل زميلك، فيقتله وتقول له فكنا في الطيارة يشوفهم، ويفعل وضع الطيار الآلي ويكتم بقها بس بتعض ايده، وبيكعبله بول على الارض وتؤمره يقف ويقطع الحبل وتقتلهم الاثنين، وتحرر بول ويلاقوا معهم معدات الفريمن ويهبطوا بالطيارة في الصحراء ويجروا يشوفوا حصل ايه لباقي المملكة، يلاقوها كلها اتحرقت. ونلاقي الملك قاعد على كرسي في قاعته مشلول، والبارون عامل لنفسه وليمة وبياكل وحواليه جنوده ويقول له اكلكم طعمه حلو قوي. وبول يلاقي وسط المعدات رسالة سايبها له الدكتور مكتوب فيها ان في جهاز استغاثة عنده في المنعدات لو فضلوا عايشين هيقدر حد يلاقيهم. والوزير يدخل مع الدكتور على البارون ويقول له عاوز ايه؟ يقول له انا عملت كل اللي طلبته مني، حرر مراتي زي ما وعدتني. فقال له ايوه، وطار راح ناحيته ورفعه وذبحه وراح للملك. قال له تفتكر ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ويقول له ابنك والملكة ماتوا. ونلاقي الملك بيدمع، والبارون يفعل درع حمايته ويقرب من الملك ويقول له مش سامع قولة ايه، فيكسر سنته وينفخ السم في وشه، كل اللي في الأوضة يموتوا. وبول يلاقي خاتم الملك وسط المعدات، فأمه يجي لها صدمة وتفهم إن جوزها مات. ونلاقي الدكتور واقفة بتتفرج على المكان بعد ما تفحم، ودانكن يروح لها بطيارته وفي إيده السيف ويسألها بلغت بالخيانة اللي حصلت لهم دي للممالك الثانية ولا لا؟ فتقول له أنا الإمبراطور أمرني بالكتمان وغض البصر. قال لها إحنا بعتونا هنا عشان يخلصوا مننا. ونلاقي جنود الهركنة لابسين بدل حماية وداخلين بصندوق ينقلوا فيه البارون اللي نتفاجئ إنه لسه عايش عشان طار وتعلق في السقف زي البورس. وينور بول كشاف صغير كده فيلاقي توابل في الجو ويبدأ يكح ويجي له رؤية بشانتي وحرب بتحصل بين الفريمن وجنود الإمبراطور وهو يكون مشترك فيها، وعينيه زرقاء يعني بقى زيهم من الفريمن، ويشوف سكين كريس وجثث محروقة وإيد غرقانة دم ويعيط ويقول المستقبل هيحصل يعني هيحصل، وبيحكي لأمه إن هيحصل حرب هو اللي هيقودها باسم أتريدس ويهتفوا باسم أبوه وهتكون بأمر منه، وأمه تحاول تهديه وتفكره إنه ملك الأتريدس دلوقتي. فيزعل
بيزعق لها ويقول لها ابعدي عني، انت السبب، انت والسحرة بتوعك خليتوني مسخ، مش عارف انا مين. فتبكي وتحضنه، ونلاقي بول لبس خاتم الملك ويقول لها يلا نمشي من هنا، ويحفروا بالدقاق ويخرجوا للصحراء ويلاقوا طيارة جايلهم، وبيلاقوه دانكن اللي بيروح لهم جري يحضنهم ويركع قدامه عشانه بقى ملكه، والدكتور تدي لهم مية يشربوها، ويقول لهم دانكن ان جنود الامبراطور كانت في صف الهراكنة ضدهم، ويوصلوا محطة اختبار بيئية يستخبوا فيها، وتطلب من الخدم يجهزوا اماكن ليهم يباتوا فيها. ويسأل بول الدكتورة هتقدري تشهدي ضد الامبراطور انه غدر بينا قدام الممالك التانية؟ تقول له ايوه لو اتسألت بس وقتها هتحصل حرب ملهاش اخر بين كل الكواكب وبعضها. وتقول له ان الامبراطور بعتهم هنا عشان يخلص منهم، ويقول لها انا عارف ان الفريمن مؤمنين بلسان الغيب اللي هيجي ينقذهم ويقودهم للجنة. تقول له دي مجرد اسطورة. فيقول لها انا عارف انك حبيتي واحد من الفريمن بس مات في حرب زمان، وعارف انك عايشة باكتر من شخصية باكتر من اسم. لو بقيت الامبراطور انا هقدر اغير الكون كله بشره من ايدي. ونلاقي جنود الفريمن بيسألوا بعض تفتكروا الواد ده هو المهدي؟ بس بيختفوا، ونلاقي جنود الامبراطور بتهبط من السماء بدون صوت، ويطلع لهم الفريمن من تحت الارض ويقتلوهم، ويسمعوا صوت القتال برا. فدانكن يقرب من البوابة ويقفلها على الملكة وابنها عشان يحميهم ويحييهم تحية الاتريدس، وبول يحاول يجري عشان يلحقه بس البوابة تكون اتقفلت. ودانكن يفعل درع حمايته ويهجم عليهم يقتل منهم كتير، والدكتور تفتح باب سري للهروب، ودانكن يتصاب بضربة سيف وبيخبطوه في وشه يقع على الارض. والملكة تقول لبول ان دانكن مات، ونلاقي الجنود بيحاولوا يخترقوا البوابة بأشعة ليزر بتقطع اي حاجة تقابلها. بس فجأة دانكن بيقوم ويخرج السيف من جسمه ويقتل فيهم على ما يهربوا من الباب السري، بس بيتصاب تاني ويقع على الارض. والدكتور تدي لهم شنط معدات الفريمن وتقول لهم هتلاقوا برا طيارة مستنياكم هتطيروا بيها على ارتفاع اعلى من 5000 متر عشان في عاصفة جاية، ودوروا على الفريمن. فبيقول لها بول تعالي معنا. تقول له الطيارة بتشيل 2 بس، وتقول لهم ما تقلقوش عليا انا من الفريمن ودي ارضي. وبيركب بول وامه الطيارة وبيطيروا بيها، ونلاقي الدكتور شغلت الدقاق في الارض عشان تجذب دودة الرمل ناحيتها وتقف تستناها. بس فجأة نلاقي قائد جيش الامبراطور بيغزها بالسيف في ظهرها ويقول لها انتي خنتي سيدك. قالت له انا ماليش اسياد غير شاي هولود اللي هي دودة الرمل، وتدب بايدها في الرمل فالارض تتهز والدودة تبلعهم كلهم. وبول يلاقي طيارات بتلاحقهم ويضربوا عليهم صواريخ، فبيدخل جوا العاصفة اللي بتشتت الصواريخ عنهم وبتتفجر بعيد، والعاصفة تجيب وتودي فيهم، وازاز الطيارة يتشرخ. وبول يجيله رؤية بتقول له انه ما يقاومش فيطفي محركات الطيارة ويسيب نفسه للعاصفة. ونلاقي ربان عند حوض الاستشفاء بتاع البارون وبيقول له انهم طاردوهم لحد العاصفة اللي سرعتها 800 كيلو في الساعة، ما فيش حد يقدر ينجو منها اكيد ماتوا. فيطلع له البارون يقول له ابدأوا بيع احتياطيات البهارات كلها بس على الهادي عشان السعر ما ينزلش، ويقول له اقتل كل الفريمن ويغطس تاني. ولما وصلوا ارتفاع 5000 متر شغل بول محركات الطيارة وطار بيها بأقصى سرعة برا العاصفة، بس المحركات بتعطل وجناحات الطيارة بتتكسر ويقعوا بيها في الرمل، ويطلعوا يجروا ناحية الصخور ويغيروا هدومهم ويلبسوا بدلة الفريمن. وبول يفهم أمه البدلة وظائفها إيه وتستخدمها إزاي، ويبدأوا رحلتهم في البحث عن الفريمن. وأمه تشوف بالمنظار أرض خضراء بعيدة، فيقول لها بول يبقى أكيد هم هناك، ويعلمها طريقة مشي الفريمن اللي كانت تعلمها من الكتب، ويستخدم البوصلة اللي كانت دهاله دانكن في تحديد الاتجاه. وفجأة وهم ماشيين يدوس بول على مكان الرمل فيه طبلي بيعمل صوت بيجذب الدودة ناحيتهم، فيقول لأمه اجري ويقع بول ويقوم، والدودة تكون قربت منهم خالص وتطلع لهم الدودة بوشها على السطح. وقبل ما تهجم عليهم بيسمعوا صوت دقاق بعيد، فبتسيبهم الدودة وتمشي وتروح ناحية الصوت. وبعدها بول يقول لأمه بالإشارة إن إحنا مش هنا لوحدنا، ويظهر جماعة من الفريمن حواليهم ويكلمهم قائدهم استلجار ويقول لهم ما تجروش عشان ما تحرقوش المية اللي في جسمكم. فيعرفه بول ويقول له أنت استلجار، أنت عارفني لما جيت المجلس عند أبويا الملك، ويبقوا عاوزين يقتلوهم. ويقول لهم استلجار ده الواد اللي حكيت لكم عنه، ويستغربوا من شكله إنه الزيدة هو لسان الغيب أسطورتهم. فواحد منهم يقول له يا استلجار ده مستحيل يكون هو لسان الغيب. واستلجار يقول لهم الواد لسه صغير نقدر نعلمه أساليبنا ونوفر له مكان وسطنا، أما الست فسنها كبير على التعليم. ويقرب منها ويهجم عليها بسكينة بس بتتفاداها وتصده. وبول بيهجم على واحد من الفريمن وياخد مسدسه ويطلع يجري، والملكة بتهزم استلجار وبتحط السكينة على رقبته. واستلجار يقول لها ما قلتيش ليه إنك خبيرة في القتال؟ فيطلب منها العفو فتسيبه ويقول لهم لازم نمشي من هنا ونروح قرية جنبنا ومصيركم هيتحدد هناك، والحد وقتها انتم تحت حمايتي. وتظهر شانتي لبول لأول مرة هو في الحقيقة وتقول له ما كنتش هسيبك تأذي أصحابي وتقلع الماسك. فيعرفها وينزل سلاحه وتقول له بيقولوا أنك المختار بس شكلك صغير قوي، تعالى ورايا. واستلجار يطلب من بول يسلمه المسدس ويقول له هنجيب لك واحد تاني ليك، ويطلب من شانتي تخلي بالها من بول وأمه، بس يطلع واحد منهم
بينهم يقول له انت مش القائد والاقوى، هو اللي بيحكم والست دي اقوى منك، انا بتحداها على الموت. فيقول له ما ينفعش تتحدى ساحره، فيقول له انهي الموضوع ده، فيرفض. فبول يقول له انا هقتلك، ويجي له رؤيه انه بيقاتل الراجل ده وبيغزه بسكينه يموته، وصوت بيقول له لازم بول يموت عشان المختار يعيش. وتجي له شانتي وتقول له انا مش مصدقه انك هو، وتدي له سكين كريس المقدس بتاعها اللي معمول من سندوده الرمل، وتقول له هيعتبر شرف ليك لو مت وانت شايل السكين ده، وتقول له ان خصمه مقاتل جامد ومش هيخليك تعاني في موتك. ونلاقي الفريمن قاعدين مستنيين القتال يبدا، والراجل يهجم على بول اللي بيتوقع كل هجماته ويتفاداها ويحاول يهاجمه تاني، فيتفاداها بول ويحط السكينه على رقبته ويقول له استسلم. ونلاقي الفريمن متعصبين، فنلاقي ستيلجار يقول لهم ما فيش هنا استسلام، لازم واحد فيكم يموت عشان القتال ينتهي ويكملوا قتال. بول يحط السكينه على رقبته 3 مرات يا سيد، 3 مرات. فستيلجار يقول للملكه هو ابنك ده عبيط، فتقول له اصله عمره ما قتل حد قبل كده. ونلاقي الراجل يوقع بولا ويتعصب عليه، فيتفادى بول هجومه للمره الاخيره ويغزه بالسكينه في ظهره يقتله. والفريمن يقفوا من الدهشه ويروحوا يكفنوا الميت ويلمسوا بول كانهم بيبايعوه على خلافتهم. وستيلجار يقول له انت بقيت واحد مننا، حياه قصاد حياه، تعال عيش معانا. فامه ترفض وتقول له لا بول لازم يرجع بلده. فبول يقاطعها ويقول لها لا انا مكاني هنا، ابويا جه هنا عشان يحكم وانا مستقبلي هنا انا شايفه، احنا هنيجي معاكم لو قبلتوا بينا ضيوف عندكم ويمشوا يروحوا بلد تانية ويشوفوا واحد بيروض الدوده وراكبها دليل على قوه الفريمن، ويشوف شانتي قدامه بنفس الطريقه اللي كان بيشوفها في الرؤيه بتاعته. ونلاقي بول بيبتسم للمستقبل اللي مستنيه وامه عليها نظرات قلق مش مفهومه، ويكملوا كلهم مشي. وبكده يكون الفيلم انتهى. لو عجبك الفيديو متنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.